السلام عليكم. أجي ونحضروا مع بعضنا بصارة بطريقة سهلة ومبسطة وكتوجد معنا في وقت قصير. إلا كان الفول كيطيب بسرعة، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. أنا غادي نستعمل الفول والجلبانة اللي كيكونوا في نفس الوزن. عندي 250 غرام ديال الجلبانة و250 غرام ديال الفول اللي نقيتهم من قبل وغسلتهم بطبيعة الحال. غادي نحتاج كركوبه ديال الثومه اللي غادي نقطعها على هذا الشكل. البصاره كتبغي الثومه شويه تكون بالزايد. من بعد غندوز باش نزيد التوابل. غنحتاج شويه ديال الزيت الروميه والزيت البلديه. كنضيف نصف معلقه ديال الابزار، نصف معلقه ديال الكمون، معلقه ديال السكنجبير، ونصف معلقه ديال الملح. كنمرق وتنسد عليها الكوكوط وكنديرها طيب. انا خدات معايا نصف ساعه ديال الطياب. كيف تشوفوا من بعد مرور نصف ساعه الفول راه داب معايا. غادي نزيد شويه ديال الماء حيت تشرب، وغندوز باش نمعكم مزيان. اللي بغى طحنه في الخلاط الكهربائي حتى هي كتجي بها مزيان. انا كنبغي الطريفات ديال الفول والجلبانه يبقاو، داكشي علاش غير غادي نمعكوه مزيان. كنبقى نمعك فيه حتى كنوصل للقوام اللي بغيت. البصاره ديالي من بعد ما طابت غادي نضيف ليها الزيت البلديه. كيف تتعرفوا البصاره كتبغي الثومه والزيت البلديه بالزيت. هذا هو القوام اللي بغيت نوصل ليه، كتكون خاطره شويه. غادي ندوز باش نقدمها معكم في طبق التقديم. البصاره من بعد ما وجدات تتجي معلكه وبنينه ما تشبعوش منها. غادي نضيف ليها شويه السودانيه والزيت البلديه. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديال اليوم، وصفه اللي تتجمع بين السهوله والفوائد الكثيره اللي تتعطينا في هذا الجو البارد. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي السهله والاقتصاديه. نخليكم على خير وبالصحه والراحه. شهيه طيبه.